متابعينا صحة فطوركم صحة رمضانكم ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج الرصيد. نقول لكم ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وفي هذه العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل. برنامج الرصيد وفي حلقة اليوم يحط بالقطب الحضري تينار، هذا القطب الجديد والذي يعيش في هذه الأمسية وفي هذا اليوم المبارك أجواء مميزة بتنظيم مائدة إفطار عملاقة وبحضور الآلاف من المواطنين. على هامش هذه المائدة ستكون جولتنا الفكرية في عدد اليوم. نقول لكم ما تروحوا بعيد، ابقوا معنا وتابعوا معنا حلقة اليوم. الرصيد. رحلتنا الفكرية في عدد اليوم من برنامج الرصيد تبدأ ونبدأ مع أول مشارك معنا بعد ما نتعرف على الاسم. كيف الأخ الفاضل؟ حمار عبد القادر. الأخ عبد القادر من حي تينار. من حي 5 جويلية تينار. حي 5 جويلية تينار اللي اليوم يعيش أجواء مميزة. قبل ما نعطيك السؤال وقبل ما ندخل في أجواء المسابقة، حدثنا على هذا الأجواء وعلى هذا الإفطار الجماعي المنظم اليوم بالحي. هذا وين اكتشفنا الفكرة هذه، المبادرة هذه مليحة الحمد لله. راني نشوفوا فيها جماعة الناس الكل، هاي جماعة الناس الكل الله يبارك ما شاء الله. مبادرة رائعة، أنا تكاتف فيها الجمعية الكل ما شاء الله. حي الأجواء اليوم مميزة ولكن رمضان راه تقريبا اكتمل. حدثنا عن أجواء هذا الحي الجديد، هذا القطب الحضري الجديد على مدار شهر رمضان كيف كانت؟ الحمد لله أنا هذا العام الثاني رمضان الثاني اللي راني نصومه هنايا ما شاء الله، يعني والله غير يعني أجواء تاعو رمضانية ما شاء الله رائعة جدا. حي سكني ثاني ما شاء الله ثاني بامتياز، بغض النظر على بعض السلبيات والنقائص هذيك احنا ما نعدوهاش، ولكن انه يعتبر حي جديد راه في طور الانجاز ان شاء الله وماشي فيه الاشغال ما شاء الله. والحمد لله وان شاء الله ربي يدوم هذا المحبه وهذا الاخوه بين كامل ابناء الحي وابناء الجزائر في كل مكان. كامل في كل مكان، وهو شغل جماعه، هي جماعه مختلف الولايات تاع الوطن بمختلف الطوائف تاعها ثاني، بمختلف الناس الموظفين العمال كامل، يعني الناس الحي وفيه ثاني وكل شباب ما شاء الله، يعني حي قوى فيه الشباب فيه الاطفال، وان شاء الله نتمنوا ان تكون فيه ثاني هذه الافكار تعم باش يكون ثاني جو تضامني باش الناس تتعاون تتكاتف ما شاء الله. السؤال الاول يقول يا عبد القادر، ما هي السوره القرانيه التي تبدا بيا ايها الناس؟ السوره القرانيه التي تبدا بيا ايها الناس. قلت لك تبغتني مباغتة. إيه. يا أيها الناس حاول تستحضر. هاني نحاول. مع سورة هذا الشهر الكريم شهر القرآن، رانا نقرأ فيه القرآن بزاف ما شاء الله، هو شهر القرآن. هي تبقى الكلمة تدخلات تدخل القرآن راه فيه بزاف ما حضرتنيش عادس. لا بأس، أعطينا كلمة كامل المستمعين بمناسبة رمضان، خاصة أنه أبواب العيد، نحن على أبواب العيد. مشكورين على هذه المبادرة وربي يوفقكم إن شاء الله وربي يقدركم على فعل الخير إن شاء الله. الرصيد. وسط هذه الأجواء المميزة هنا بالقطب الحضري تينار تتواصل رحلتنا الفكرية في برنامج الرصيد هذا اليوم، ويحضر معنا مشارك. أخ نتعرف على الاسم؟ رزيق رشيد من بلدية ولاد صابر بير سويسي. بلدية ولاد صابر، وبلدية ولاد صابر هي الطرف المنظم لهذا المائدة ما شاء الله تحت إشراف دائرة قجال وبالمشاركة الجمعيات. اليوم أجواء خاصة في تينار. كما راك تشوف الله يبارك، أول خطرة صار مائدة الإفطار في 5 جويلية اللي كانت العام الأول في عين الرمان. السنة درناها لنا في 5 جويلية 5 جويلية تينار باش الناس تعرف على بعضها وتكون واحد المؤازرة هكذا في رمضان هذه. ربي يدوم هذه الأجواء الجميلة ويدوم هذه المحبة وهذا التضامن وهذا التآزر بين أبناء الوطن الواحد. نعود إلى أجواء المسابقة. رشيد نعطيك سؤال، والسؤال يقول: ما هي السورة القرآنية التي تبدأ بيا أيها الناس؟ سورة النساء. أو السورة التي تبدأ بآية يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم. واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هي هذه الآية فعلا، والإجابة فعلا صحيحة. يعطيك الصحة الأخ رشيد. بعد هذه الإجابة الصحيحة الأولى تفوز معنا بالهدية الأولى في حلقة اليوم، وهي عبارة عن قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري، هدية من الراعي الرسمي للبرنامج رشفة قهوة الصباح. ولكن جولتنا الفكرية ما زالت متواصلة، بإمكانك أنك تشارك معنا في سؤال ثاني إذا كان عندك رغبة أنك تواصل معنا.
نشاركوا ولا مشكل. يلا نشوفوا السؤال الثاني اللي راح نمدوه للأخ رشيد اللي فاز معنا بالهدية الأولى في حلقة اليوم. السؤال يا رشيد يقول: ما هو الحيوان الذي ينام واقفا؟ نروح الى مشارك اخر لانه ربما الاخ اللي راهو قريب منا عنده الاجابه. قولوا لك معليش رشيد، يعطيك الصحه، الاجابه الاولى صحيحه، نسلموك الجائزه الاولى واعطينا كلمه بمناسبه مشاركتك معنا في برنامج الرصيد لاذاعه سطيف وبمناسبه رمضان وحتى العيد اللي راه على الابواب. نشكركم على هذه الزياره اللي زرتونا لهنا وجات في وقتها، يعني في هذا المركز هذا اللي راه اليوم الناس الله تشوف فيها الله يبارك ملمومه وتأزر تأخي. نقول لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير ومرحبا بكم في بلديه ولاد صابر. الرصيد. نواصل عدد اليوم من برنامج الرصيد. معنا الحاج اللي كان على بعد امطار وقلنا نتدخل ونشارك معكم ونجاوب. نتعرف عليك في البدايه، كيف الاسم؟ الاسم بوعلي محمد. الاخ محمد منا من سينار. من سكان تينار، سكان حي 5 جويلية 1962. الاجواء اليوم في هذا القطب الحضاري الجديد خاصه وخاصه جدا. والله صح انبهرنا يعني بالرؤيه الاولى للتجمع الكبير هذا والنشر نتاع الطاولات هذه اللي يعدوا فيها مائده رمضان. نشكر المنظمين والقائمين على هذه العمليه هذه واللي على راسهم الجمعيه الاحسان، هكذا سميت على ظهور عمالها الذين يقومون بتنظيم البوائد. نشكر ايضا الاذاعه اللي زارت وحبت تشارك في احياء هذه المناسبه. الاخ محمد، قبل ما نعطيك السؤال قلنا واش دير في حياتك؟ نشوف اذا كان نصعبوا الاسئله ولا نسهلوا. حاليا راني متقاعد بعد مشوار مهني في اي مشوار مهني في الاداره، والحمد لله اليوم راك خرجت بصحتك وراك تنعم بهذا النعمه، نعمه التقاعد. الحمد لله رب العالمين. سي محمد، سؤال راح نعاود نفس السؤال اللي تسمعته منذ لحظات. السؤال يقول: ما هو الحيوان الذي ينام واقفا؟ الحيوان الذي ينام واقفا هو الزرافة، هي التي لا تنام. للأسف الأخ محمد إجابة خاطئة، والزرافة ليست هي الحيوان الذي ينام واقفا. أعطينا كلمة بمناسبة رمضان وبمناسبة عيد الفطر اللي راه قريب ما شاء الله على الأبواب. والله احنا نتمنى إن شاء الله أولا الهناء للشعب الجزائري على الخصوص، نتمنوا لبلادنا الرخاء والازدهار، ولكن كاين امر يحيرنا بزاف وشغل افكارنا هو اخواننا في غزه اللي راهم يتعرضوا الاباده وعدوان كبير. نتمنوا لهم ان شاء الله الثبات والنصر وندعو لهم، ولا نملك غير ذلك، ندعو لهم ان شاء الله بالثبات والنصر وان يرفع عنهم ايدي الظالمين ان شاء الله عما قريب. الرصيد. نواصل في اجواء المسابقه واجواء الاسئله والاجابات، ويحضر معنا مشارك اخر. نتعرفوا عليك. العيد بالنسبه من سكان تينار، حي 1700 مسكن تينار. مرحبا بك العيد في برنامج الرصيد، ومرحبا بك معنا في اذاعه سطيف. راح نوجه لك سؤال بعد ما تحدثنا شويه على الاجواء هذه اليوم اللي راهي تعيشها تينار. الاجواء رمضانيه، الله يبارك، ونشكر السلطات اللي قامت بهذه المبادره، منها رئيس الدائره ورؤساء البلديات واعضاء المجلس الشعبي الوطني الولائي وكل اللي مشاركين ومساهمين في هذه المشاركه، نشكرهم على هذه المبادره، مبادره خيريه. سؤال الاخ العيد راح نوجهه لك يقول: في اي سوره قرانيه ذكرت غزوه بدر لفظا؟ في سوره ذكرت غزوه بدر لفظا؟ غزوه بدر التي وقعت في 17 من شهر رمضان. سوره النور. سورة النور. للأسف الإجابة خاطئة. الرصيد. يلا نبقى في أجواء المسابقة ومعنا مشارك آخر. نتعرفوا عليه كيف الاسم؟ أخ أبو بكر من رأس الماء. أخ أبو بكر من رأس الماء، واللي اليوم راه يعيش مع سكان حي سينار هنا هذا الأجواء المميزة. أجواء يعني الله يبارك تعودنا عليها كل سنة، يديروا لنا أكثر إفطار جماعي مليحة، حاجة مليحة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يدوم هذا الأجواء الجميلة وهذا الروح الأخوية بين كامل سكان الحي وكامل الجزائريين. والسؤال يا أبا بكر يقول:
في أي سورة قرآنية ذكرت غزوة بدر لفظا؟ سورة أعراف. لفظا هكذا بدر. سورة الحج. الحج ولا الأعراف؟ ليست الأعراف وليست الحج وليست الصافات أيضا. أعطيها أنفال. الأنفال ذكرت ولكن ليس لفظا. معليش أخ أبو بكر، أقول لك يعطيك الصحة على المشاركة. أعطينا كلمة بمناسبة رمضان وحتى بمناسبة عيد الفطر اللي راهو على الأبواب. واش نقولوا احنا ان شاء الله نكملوا هذو الايامات، ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا، صحه فطوركم، صحه فطور كامل الشعب الجزائري، وعيد مبارك ان شاء الله للجميع. شكرا، بارك الله فيكم. بارك الله فيك أبو بكر، يعطيك الصحة. عايشك. الرصيد. نواصل رحلتنا الفكرية في هذا الأجواء المميزة وفي هذا الأجواء النشطة بوجود مختلف فئات المجتمع، أطفال وشباب وشيوخ، كلهم راهم هنا يعيشوا في أجواء خاصة جدا في هذا القطب الحضاري الجديد سينار. معنا مشارك، نتعرف على الاسم. بن عمر مصعب. مصعب. بن عمر مصعب. مصعب طالب هكذا، تلميذ. في أي عام؟ ثانوي. سنة ثانية ثانوي. التخصص؟ علوم تجريبية. علوم تجريبية. ومصعب كيف مع التعليم؟ جيد، مستوى جيد. المعدل شحال كان في الفصل الثاني؟ 13. 13. ان شاء الله العام الجاي نفرحوا بك في البكالوريا هكذا. ان شاء الله. ان شاء الله. واجد البكالوريا ان شاء الله من الان. ان شاء الله. واجد المسابقة تاعنا. ان شاء الله. ان شاء الله. مصعب السؤال يقول: في اي آية او في اي سورة قرآنية ذكرت غزوة بدر لفظا؟ تقرأ القرآن مصعب؟ نقرأ القرآن إن شاء الله، خاصة في شهر رمضان. أظنها سورة العمران. عمران. من باب الصدفة الإجابة هذه. من باب. تحضرك الآية ولا لا؟ تحضرك الآية ولا لا؟ لا. ولقد نصركم الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأنتم أذلة. فعلا في سورة العمران. يعطيك الصحة مصعب، بهذا تفوز معنا بالهدية الأولى، وهي عبارة عن قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري، هدية من الراعي الرسمي للبرنامج رشفة قهوة الصباح. وأمامك فرصة أنك تزيد تربح معنا، تبقى معنا ونزيدوا سؤال ثاني. إن شاء الله. نواصلوا مع مصعب اللي فاز معنا بالهدية الأولى. أنا نعطيوه لغز بسيط وبسيط جدا. شيء له أسنان ولكنه لا يعض يا مصعب، ما هو هذا الشيء؟ إن شاء الله هو المشط. المشط فعلا. إجابة ثانية ودون تردد من مصعب. تعرفها هذه؟ سهلة جدا. يلا بهذا مصعب يفوز معنا بالهدية الثانية، وهي عبارة عن قسيمة شراء أخرى بقيمة 1000 دينار جزائري، هدية من الراعي الرسمي للبرنامج رشفة قهوة الصباح. أصبح في رصيدك كم يا مصعب؟ 2000 دينار. 2000 دينار بعد الإجابتين صحيحتين. نروح إلى سؤال ثالث مع مصعب. السؤال يا مصعب يقول: كم تبلغ مساحة ولاية سطيف؟ الله أعلم. الله أعلم، ليس لدي إجابة. عندكش إجابة؟ كاين واحد من خلفك عنده الإجابة، يتقدم مباشرة. يلا أرواح وليدي، شوف سمعت الإجابة من الخلف. ابقى معايا مصعب لأنه مازال ما سلمناكش الهدايا. راح سمعت الإجابة هكذا، سمعت الإجابة بعد ما استرق السمع ليسمع السؤال، ولكن كانت عنده الإجابة صحيحة ودون تفكير. أنا سمعت الرقم الصحيح. نعرفنا في البداية على الاسم. آدم ناصر. آدم ناصر. من تينار؟ من سطيف. من سطيف. يلا مادام انت من سطيف نعاودوا السؤال باش تعطينا الإجابة الصحيحة اللي ذكرتها منذ ثواني قليلة. كم تبلغ مساحة ولاية سطيف يا ناصر؟ 6504 كيلومتر مربع، وهي جزء قليل من الجزائر. هي جزء قليل من الجزائر. يلا يعطيك الصحة ناصر. أجاب على السؤال بعد ما تدخل هكذا من الخلف هكذا. نقول لك مبروك عليك، قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري، هدية من الراعي الرسمي للبرنامج رشفة قهوة الصباح.
وما دام انه اليوم هو يوم الاطفال، انتم مازال ما وصلتوش الى السن القانونيه، خلينا نقولوا اطفال، ولو انكم يعني شباب يعني خلاص راكم في الطول ما شاء الله. السؤال اللي رايحين نزيدوه للناصر، نزيدوك الناصر. مصعب فاز معنا بهديتين راح نسلموهم له بعد لحظات. انت فزت معنا بالهديه الاولى، راح نزيدوك سؤال ثاني. ناصر يقول السؤال: كم استغرق نزول القرآن الكريم كاملا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندي إجابة. ما تمدهالوش مصعب. خلاص. كم استغرق القرآن الكريم في النزول على سيدنا محمد؟ شو القرآن نزلوا في رمضان، يسمى على النبي عليه الصلاة والسلام. شحال من عام؟ كم من سنة استغرق نزول 60 حزبا؟ 2 هكذاك. 2 الإجابة بعيدة، لا بأس. ناصر نقول لك معليش فزت معنا بالهدية الأولى، يعطيك الصحة. أعطينا كلمة بمناسبة المشاركة معنا في اليوم في برنامج الرصيد لإذاعة الصيف، وأعطينا كلمة بمناسبة هذه الأجواء الجميلة اللي راكم تعيشوها اليوم في سينار، وحتى كلمة العيد راهو قريب. يلا أعطينا كلمة ناصر. صحة فطوركم وصحة عيدكم وتهلاو في رواحكم والسلام عليكم. مصعب أعطينا كلمة بمناسبة هذه المشاركة وبمناسبة هذا الفوز بجائزتين، واعطينا كلمة حتى على الأجواء هذه وعلى أجواء العيد اللي راه قريب إن شاء الله. والله أجواء رائعة، وشكرا على المبادرة اللي تفاعلتوها في إفطار الصائمين. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله أجر، من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص منه شيء. وشكرا على هذه المبادرة الرائعة. أجواء رائعة ممتازة، وبارك الله فيكم وصحة فطوركم وصحة عيدكم. الرصيد. نواصلوا رحلتنا الفكريه في عدد اليوم من برنامج الرصيد، وبعد ما فشل معنا كان عندي الابن هو اللي راح يربح ان شاء الله. ان شاء الله يربح. تعرفوا عليه كيف الاسم؟ بن سباع رياض. رياض شحال عمرك؟ 15 سنه. 15 سنه، يعني سنه اولى ثانوي هكذا؟ سنه رابعه متوسط. الرابع متوسط. وكيف راه مع التعليم؟ والله يعني مع التعليم الله يبارك ويقرا الله يبارك الصلاة ما شاء الله. يخلي الثروات وفي رمضان تراويح كل ليله ما ان شاء الله. سؤالنا مادام انه ما يخليش تراويح، ومن الناس اللي عندها مداومين على الصلاه ومحافظين عليها ما شاء الله، وعلى قراءه القران خاصه في شهر القران شهر رمضان المبارك. سؤالنا يقول: يا رياض، كم استغرق نزول القران كاملا على المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ الصلاه والسلام. أظن الملموس 23 سنة. 23 سنة. فعلا إجابتك صحيحة يا رياض، يعطيك الصحة. الإجابة الأولى صحيحة، يعني فزت معنا بالقسيمة، قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري، وهي هدية من الراعي الرسمي للبرنامج رشفة قهوة الصباح. وبهذا فيها رد الاعتبار هكذا السليل. ما كاين رد الاعتبار، قال لك بعد الأسد يأتي الشبل. ذاك الشبل من ذاك الأسد. يلا معليش نقولوا لك يعطيك الصحة رياض، إجابتك الأولى صحيحة. راح نزيدك سؤال ثاني وتشارك معنا في سؤال ثاني، ممكن أنك تكون من الفائزين معنا بهدية ثانية في حلقة اليوم من برنامج الرصيد. يلا جاهز؟ جاهز. السؤال يقول: يا رياض، أين ستجرى بطولة كأس العالم القادمة والتي ستنظم في سنة 2026؟ نظن في المكسيك، الولايات المتحدة وكندا. المكسيك، الولايات المتحدة وكندا. واش تقول الأخ علي؟ نورمال الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. كيف راح تكون كأس العالم إن شاء الله الفترة؟ في 2026، الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر. من جوان إلى جويليا. جوا إلى جويليا. جوان إلى جويليا 2026، وإن شاء الله يكون المنتخب الوطني الجزائري والخضر حاضرين إن شاء الله في كأس العالم البطولة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله يفوزوا بها إن شاء الله. يلا يعطيك الصحة، بهذا الإجابة صحيحة. رياض يفوز معنا بالهدية الثانية في حلقة اليوم، وهي عبارة عن قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري. هكذا شحال عندك في رصيدك يا رياض؟ 2000 دينار. 2000 دينار جزائري. جزائري. ما زالت رحلتنا الفكرية متواصلة، وما زال عندنا سؤال آخر راح نوجهوه لرياض، لأنه رياض ما زال ما تعثرش. رياض، بنات النبي عليه الصلاة والسلام هن 4. من بنات النبي عليه الصلاة والسلام توفيت بعد مماته؟ أعتقد رقية. رقية ولا أو فاطمة. فاطمة.
رقية أو فاطمة؟ فاطمة. فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام الوحيدة التي توفيت بعد مماته. نعم. معلومة دقيقة ومتأكد منها رياض؟ المعلومة دقيقة. من بنات النبي الأخريات التي توفينا خلال وأثناء حياة النبي عليه الصلاة والسلام. رقية ذكرتها إضافة إلى فاطمة. فاطمة قلنا بعد مماته. نعم تكون زينب. زينب، رقية وزينب. رقية وزينب رابعة البنات هي أم كلثوم. نعم. أم كلثوم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له 4 بنات. يعطيك الصحة. بهذه الإجابة الصحيحة يحصل معنا رياض على الجائزة الثالثة، وهي عبارة عن قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري هدية من الراعي الرسمي للبرنامج رشفة قهوة الصباح. أصبح في رصيدك يا رياض 3000 دينار جزائري. 3000 دينار جزائري، يعني بعد ما كانت العثرة من الوالد العيد رياض كفة ووفا. ان شاء الله ان شاء الله. المهم بارك الله فيكم. وقول لك الاب اللي ربي يلقى، يعني الطفل ما يقرا ما شاء الله مدبر على الصلاه تاعو، مش من هذوك الجماعه اللي دخلت يمشي معايا ديما مدايرو كيما صاحبي. العيد يتكلم وتحس تشوف في عينيه الفخر. سي نورمال، كي تربي تلقى. قالوا تاع بكري لازم كي تربي تلقى، ما تربيش ما تلقاش. ما شاء الله عليه. ولكن خلي مادام انه مازال ما تعثرش رياض راح نحاولوا انه نعثروه بسؤال اخر، اذا كان جاوب راح يفوز معنا بالهديه الرابعه. هذه هي شروط المسابقه، ورياض راهو في الطريق الصحيح ان شاء الله، في حياته في الطريق الصحيح، وفي المسابقه يبقى معنا دائما في الطريق الصحيح. راح نزيدوك سؤال رابع، وراك واجد رياض. واجد. ما هي اعلى قمه جبليه في الجزائر وكم يبلغ ارتفاعها؟ قمة على قمة جبلية في الجزائر مع ذكر العلو. أعتقد أنها قمة تهات. هي فعلا قمة تهات تذكر، ولكن كمل الإجابة. أعتقد ارتفاعها 2800 متر عن سطح البحر. نعم. الجزء الأول كان صحيح، هي فعلا قمة طاهات، والجزء الثاني للأسف يا رياض الإجابة في جزئها الثاني كانت خاطئة. نحتاج إلى أمتار وأمتار أخرى حتى تكون الإجابة صحيحة. معليش رياض، بهذا القدر نكتفي مع رياض اللي فاز معنا ب3 هدايا في حلقة اليوم، وحصل رصيد قيمته 3000 دينار جزائري مهداة من الراعي الرسمي للبرنامج. نقول لك مبروك عليك رياض، يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يحفظك ويثبتك إن شاء الله. واعطينا كلمة بمناسبة المشاركة تاعك معنا اليوم في برنامج الرصيد، وكلمة عن أجواء رمضان وأجواء العيد المقبل إن شاء الله. إن شاء الله نقول لكم بلي نشكر السلطات التي قدمت هذا الإفطار الجماعي في ليلة الجمعة، ونشكر هذه المسابقة الفكرية التي تدعم أفكارنا، وساعة فطوركم وساعة عيدكم. بكل فخر نشكر السلطات، ونشكر المحسنين اللي شاركوا في المبادرة دي تاع الإفطار الجماعي، وربي يعطيهم صحتهم وربي يهنيهم، والشكر وتحية الجزائر. الرصيد. مازلنا في أجواء المسابقة، ومازلنا في أجواء العدد اليوم من برنامج الرصيد الذي يأتيكم مباشرة من القطب الحضاري تينار، اللي يعيش أجواء مميزة اليوم بمناسبة تنظيم هذه المائدة الكبيرة، مائدة الإفطار الجماعي. معنا مشارك آخر، نتعرف على الاسم؟ زكريا بوسنة. زكريا منا من حي 5 جويلية. حي 5 جويلية. اليوم يوم غير عادي، مش كما باقي الأيام رمضان. الله يبارك، مناسبة مليحة اليوم، راه عيد، الله يبارك الناس كل متلايمة لهنا الحي، الله يبارك راه زاهية أجواء، الله يبارك تا تكافل تا تآزر، جو الله يبارك إيماني، جو الله يبارك مليح، خاصة في العشر الأواخر. خاصة في العشر الأواخر فكرتنا في الأجواء هذه تاع بكري كي كانوا والدينا الله يبارك يتلايموا، شغل رانا حاسين روحنا اليوم عائلة كبيرة، الله يبارك عائلة واحدة اليوم، وربي يدوم هذا الأجواء وهذه المحبة إن شاء الله. زكريا، نعطيك سؤال يا زكريا، سؤال يقول: ما هي السورة القرآنية الأخيرة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ آخر سورة قرآنية نزلت في القرآن الكريم ما هي؟ سورة الفرقان. لبالي الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام مدينة.
ولكنها ليست آخر آية نزلت، آخر سورة. آخر سورة مش فرقان ولا شعراء. للأسف يا زكريا الإجابتين خاطئتين. نزيدوك محاولة. معليش والله غالب المحاولات اللي كاينين. بارك الله فيك زكي، يعطينا كلمة. اخويا صحافة الأمة الإسلامية خوتنا في غزة إن شاء الله ربي ينصرهم وربي يكون معاهم، إن شاء الله مبادرة مليحة هذه إن شاء الله كل عام كيما هكذا تنحي الشحنات تنحي العداوة هذيك بين الناس، هكذا يفطروا آلاز يكونوا خاوة هكذا ينساو الحوايج هذيك اللي راهي بيناتهم هذيك، الأولى ثاني يكبروا على حاجة مليحة يشوفوا الناس الكل تفطر هكذا مع بعضها يكبروا على حاجة مليحة، عادة مليحة ومبادرة مليحة، وكثر خير الناس اللي ساهمت فيها أرى خير السلطات الأمنية السلطات المدنية، وإن شاء الله ديما مبادرات مليحة هنا ولا في بلاصات أخرى. الرصيد. معنا مشارك آخر نتعرفوا على الاسم. عبد الصمد. عبد الصمد منا من حي سيناء. ما شاء الله عبد الصمد في هذه الأجواء المميزة. سؤالنا يقول يا عبد الصمد اليوم في برنامج الرصيد، وفي السؤال الذي وصلنا إليه لحظة، السؤال يقول ما هي آخر سورة قرآنية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ آخر سورة هي نورمالمون إذا جاء نصر الله، سورة الإخلاص. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة الإخلاص. سورة الإخلاص قل هو الله أحد. سورة النصر. سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح. يعطيك الصحة عبد الصمد، الإجابة صحيحة، بهذا تفوز معنا بالهدية وهي عبارة عن قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري، هدية من الراعي الرسمي للبرنامج رشفة قهوة الصباح. ونزيدوك سؤال آخر عبد الصمد إذا كنت حاب تواصل معنا الجولة الفكرية. نزيدوك سؤال آخر. زيد من زيد. يلا. السؤال يقول ما هي أعلى قمة جبلية في الجزائر وكم يبلغ علوها؟ أعلى قمة جبلية في الجزائر. جبل الهوغار. فعلا في جبل الهوغار. ما اسم القمة؟ قمة والله ما نعرف. جبل الهوغار نورمال. فعلا تقع في جبل الهوغار في شرق الصحراء الكبرى. راحت لي نعرفها بصح ما حضرتش. والله ما حضرت. معليش الأخ عبد الصمد نقول لك يعطيك الصحة، بهذا تفوز معنا بالهدية الأولى اللي هي قسيمة شراء كما قلت 1000 دينار جزائري مهداة من الراعي الرسمي للبرنامج رشفة قهوة الصباح. نقول لك يعطيك الصحة وبارك الله فيك. الله ربي يوفقهم، وهذه حاجة مليحة لينا، وإن شاء الله يعني تقعد ديما هكذا، كل رمضان كل عام تقعد هكذا. الرصيد. يلا رحلتنا في عدد اليوم من برنامج الرصيد ما زالت متواصلة، ومعنا مشارك آخر في وسط هذه الأجواء. نتعرف على الاسم. اسمي عبد الحليم صوالح من حي 5 جويلية تينار. الأخ عبد الحليم، وش دير في حياتك؟ موظف. واليوم راكم تعيشوا في أجواء خاصة. ما شاء الله، سوت في العشر الأواخر إن شاء الله، ربي يتقبل منا الصيام والقيام، وربي يبارك لنا إن شاء الله في الخير هذا إن شاء الله. إن شاء الله. والسؤال اللي راح نوجهه لك يقول يا عبد الحليم، حليم أو عبد الحليم؟ عبد الحليم. عبد الحليم. يا عبد الحليم، السؤال يقول ما هي أعلى قمة جبلية في الجزائر؟ أين تقع؟ وكم يبلغ علوها؟ هي تقع في الهوغار. في الهوغار في شرق الصحراء الكبرى. طاهات. الاسم هو طاهات أتاكور. العلو تاعها 3003. 3003 متر ولا كيلومتر؟ متر. متر عن العلو كيف نقيسوه؟ عن سطح واش؟ عن سطح البحر. عن سطح البحر. إذا فعلا الإجابة صحيحة يا عبد الحليم. أعلى قمة جبلية في الجزائر هي قمة طاهات أتاكور في سلسلة جبال الهوغار بالصحراء الكبرى، وعلوها هو 3003 متر عن سطح البحر الأبيض المتوسط. يعطيك الصحة عبد الحليم، بهذا تفوز معنا بالهدية وهي عبارة عن قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري، هدية من الراعي الرسمي للبرنامج رشفة قهوة الصباح، راعي برنامج الرصيد لإذاعة الصيف في هذا الموسم وفي هذه الطبعة الأولى للبرنامج. شكرا. نشكركم إن شاء الله. ولكن مازال عبد الحليم مازال عنده فرصة أنه يربح معنا آخر هدية في حلقة اليوم، في حال ما إذا كان أعطانا الإجابة صحيحة عن السؤال الأخير. تفضل. السؤال يقول يا عبد الحليم ما هي الأضواء الإجبارية التي يجب أن تتوفر في السيارة؟ أضواء الإجبارية الأمامية.
الاماميه. عدد الأضواء العدد الأضواء الأمامية الإجبارية في السيارة كم وما هي؟ هي 3. هي الأصفر. الأضواء في السيارة تاع التوقف. لا، في السيارة، في المركبة، في السيارة تاع إشارة كما نقولوا الدوران، الكونتاكت، كنيوتون. الفار، الغماز تاع الغماز هذيك، وكان تاع طويل المدى الفار، وكان طويل المدى وقصير المدى على 50 متر على 70 متر، يعني 3 تاع الدوران، فيوز، وكان تاع طويل المدى وقصير المدى. هذه الأنواع هي. ولكن كم عدد الأضواء الموجودة في السيارة من الأمام؟ 4. كان فار هذا كامل. تحسب جهة برك، نحن نهضروا على 8. كل شيء 8. كان طويل المدى قصير المدى على 50 إلى 70 متر. عندك تاع الفيوز عندنا، خلينا نحسبوهم تدريجيا. عندنا الغماز شحال؟ الغماز كاين على الجهتين 2. عندنا الضوء الثاني اللي قلت فيوز بالعربية، تعرف اسمه؟ الفيوز ضوء كيما نقولوا باللغة العربية في مرئي كيما نقولوا. أضواء الوضعية هو الأضواء اللي نعرفوهم بالعامية نقولوا الفيوز. قلت عندنا زوج اونتي بريير تاع ضباب. مازال ما وصلناش ليه. مازال ما وصلناش ليه. وعندك تاع تذكرت الكود اللي هو ضوء قصير ضوء تقاطع بالعربية. تقاطع. وعندنا طويل الفار ضوء الطريق كما نقولوا مسافة كبيرة، الطريق خالية. الطريق الخالية. أصبح عندنا كم في المجموع؟ 8 أضواء. ويضاف لها كأضواء ثانوية تاع لونتي بريير تاع ضباب. أضواء الضباب تاع الضباب لونتي بريير تاع الضباب اللي هي أضواء ثانوية وليست إجبارية. مش يعني الأضواء الإجبارية تستعملها في حالة الضباب هذيك. حتى نمدوا إجابة دقيقة يا عبد الحليم. إذن الإجابة بدقة: السيارة الأمامية من الواجب أن تتوفر على 8 أضواء. وهناك أضواء ثانوية أخرى مثل تاع الضباب، لونتي بريير تاع الضباب. يعطيك الصحة عبد الحليم. يعطيك الصحة عبد الحليم. بهذا تفوز معنا بالهدية الثانية وهي الأخيرة في حلقة اليوم من برنامج الرصيد لإذاعة تسطيف. أصبح في رصيدك 2000 دينار جزائري قسيمتي شراء. الهدية من الراعي الرسمي للبرنامج رشفة قهوة الصباح. أقول لك مبروك عليك عبد الحليم. أعطينا كلمة بمناسبة المشاركة معنا اليوم في هذا البرنامج ومناسبة شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك اللي راعى الأبواب. نشكركم على الحصة هذه إن شاء الله. حاجة كما نقولوا نثقفوا بعضنا، نستفيدوا من بعضنا ونكملوا بعضنا إن شاء الله. وبمناسبة الشهر الكريم إن شاء الله ونحن في العشر الأواخر إن شاء الله، نطلبوا ربي يتقبل منا إن شاء الله، وربي إن شاء الله ينصرنا إخواننا في غزة ويرحمنا إن شاء الله ويطيح الرحمة بيناتنا ويصلح الذرية تاعنا وبارك الله فيكم. الرصيد. بهذا رصيدنا من الأسئلة ينتهي ورصيدنا من الهدايا أيضا ينفذ، ونصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الرصيد. مبروك لكل الفائزين وحظ أوفر لمن شارك معنا في حلقة اليوم ولم يسعفه الحظ. أنتم اللي تابعتونا أكيد نقول لكم إن شاء الله استفدتوا معنا. تقبل الله منا ومنكم الصيام القيام وصالح الأعمال. لقاءنا يتجدد معكم في الموعد المقبل بحول الله من برنامج الرصيد. إلى ذلكم الحين نقول لكم تهلاو في رواحكم وفي أمان الله.